لم ينتبه أحد أن الشعب المصري كان على مشارف ثورة. في عام 2008 الأجهزة الأمنية تمنع إضراب عمال المحلة الكبرى شمال القاهرة، ثم حملة اعتقالات واسعة. في القاهرة تحدى الآلاف قانون الطوارئ بإضراب عام استجابة لدعوة مجموعة شبابية عبر الإنترنت. اختار الشباب 6 من أبريل نيسان للعصيان المدني لأنه نفس التاريخ الذي اختاره المهاتما غاندي لختام مسيرة الملح في ثورة الهند. غدا واضحا أن حاجز الصمت بدأ يتصدع بعد سنوات 4 حاولت فيها حركة كفاية مقارنة بأحزاب المعارضة التقليدية أن تصنع اختراقا. ارحل ارحل، امشي امشي، مش عايزينك 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 مش عايزينك. 25 يناير بنحتفل به. العام الماضي رئيس أراد أن هو يعني يخلد هذه الذكرى ببصمة من بصماته، فقرر اعتبار هذا التاريخ أجازة رسمية وعيد قومي. يعني ده خبر من السنة اللي فاتت، من السنة اللي فاتت، في احتفالات اللي فاتت، فالسنة الجاية إن شاء الله تعتبر احتفالات الشرطة أجازة رسمية للدولة. الضرب يشتغل واحنا بنهتف. احنا كنا بنهتف بنقول تحيا مصر تحيا مصر. اديني عقلك لما الامن يتضرب والظباط تتضرب وفيهم اصابات. مفيش حد طبعا يقدر يضرب بتوع المركزي، يعني احنا هم اصلا اخواتنا مهما كان. هم عندهم اوامر ان هم يضربونا، فضربونا بالاصنام بتاعتهم، احنا هنضربهم بايه؟ فعرفنا ان في ناس اعتقلت وناس جديده ناس ما نعرفش اساميها ونشيطين مش معروفين اصلا. فابتدينا نتحرك غيرنا المكان. كان المفروض ان احنا نتقابل في ميدان التحرير، التجمع في ميدان التحرير الساعه 12. قررنا ان المكان يتغير. اني انا لو سبت اني الاخوه دول يعملوا مظاهره في التحرير ويوقفوا لي التحرير، والاخوه دول يعملوا لي مظاهره في الاوبرا يوقفوا لي الاوبرا، والاخوه دول يعملوا لي مظاهره في رمسيس ويوقفوا لي رمسيس. يا وائل في يوم من الايام طلع 9 اعتصامات ومظاهرات. يمنع قانون الطوارئ في مصر التجمع لأكثر من 7 أشخاص إلا بتصريح من الأمن، لكن الشباب جعلوا اليوتيوب ميدانهم. اللي يخلي واحد كابس تملي من عام 81. قالوا على اللي جالنا وقال اكيد هيكون جمال، ما هو قال لك هس خليكم ساكتين. قالوا مجنون اللي يرجع للمصري تاني قيمته ويقنع ناس متغطين. أواخر 2010 جرى تزوير الانتخابات، أو كما وصفه المصريون التزوير الذي شابته بعض الانتخابات. وصلت التجاوزات إلى حد منع المنتخبين بالقوة من دخول مراكز الاقتراع. واحتفل الحزب الوطني الحاكم بالفوز 97% من المقاعد. لقد أسعدني كرئيس للحزب ما حققه مرشحون من نجاح، لكنني كرئيس لمصر كنت أود لو حققت باقي الأحزاب نتائج أفضل. هؤلاء الشباب الذين يصب فيهم الإعلام الرسمي طول الوقت أكاذيب أكاذيب أكاذيب، عرفوا يقدروا أنه يحتجوا على هذه الأكاذيب، وأنه زي ما أنت سامعوا بيقولوا أنه هذا المجلس باطل.
بالله العظيم أن نحافظ مخلصين على 120 من نواب المعارضة السابقين الذين أقصاهم التزوير عن مقاعدهم أنشأوا برلمانا موازيا أقسم الولاء للشعب في الشارع مطوقا برجال الشرطة. وفي نفس اليوم انعقدت أولى جلسات البرلمان الرسمي. يظل هدفنا هو المواطن المصري في رزقه ودخله، في حقوقه وكرامته، ونجتهد لنخفف عنه أعباء المعيشة. ما كلنا كنا فقراء يا أخي، كلنا كنا فقراء. ثم انعقد المؤتمر السنوي السابع للحزب الحاكم. الحزب الوطني الديمقراطي عشان تطور على مستقبل ولادك. استثمارات خارجية 10 أمثال، صادرات اتضاعفت، تحويلات المصريين في الخارج زادت، مضاعفة في عدد السائحين، مضاعفة في معاش الضمان الاجتماعي، فرص العمل اللي تحدثت عنها، برنامج ال1000 قرية اللي وصلنا إليه، زيادة في البطاقات التموينية. يعني مش معقولة كل هذه القضايا مجتمعة مش إيجابية. نواب الجماعة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون. القوة الحقيقية لمرشح المعارضة لم تكن كافية لإحداث تغيير على تمثيلها التاريخي في الدورات السابقة. حينها كان الانسحاب أمرا متوقعا. بينما كان العالم يودع عام 2010 وقع تفجير أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية خلف 20 ضحية ونحو 100 جريح. لا مسلم راضي ولا مسيحي، ده شغل الحكومة. مسلم ابني مش مهم، هادي أحمد ويا فادي، شعب واحد وطن واحد هم واحد. بعد أسبوع من التفجير دعا الشباب على الإنترنت إلى وقفة صامتة لمدة ساعة عند كورنيش الإسكندرية، واستجاب العشرات صغارا وكبارا، ولم يتدخل الأمن. يا اسكندرية بحرك عجايب، بحرك عجايب، يا ريت ينوبني بالحب نايم، بالحب. دعت إلى هذه الوقفة صفحة الفيسبوك كلنا خالد سعيد. إنه الشاب الإسكندري الذي انهال عليه شرطيان بالضرب حتى الموت، ثم ألقيا به في الشارع جثة هامدة، فتحولت قضيته إلى قضية عامة بعثت غضبا في قلوب الملايين، ودوت في الفضاء الإلكتروني صرخة كلنا خالد سعيد. لم يكشف مديرو الصفحة عن أسمائهم أو توجهاتهم السياسية، مما جذب مئات الآلاف إلى الصفحة بأسماء حقيقية ومستعارة. وكشف فيما بعد أن مديري الصفحة الرئيسيين هما الشابان وائل غنيم وعبد الرحمن منصور. وأضاف تعذيب وقتل شاب إسكندري آخر هو محمد سيد بلال في قسم الشرطة زيتا على النار. ودوت صرخة أخرى في الموقع ذاته كلنا السيد بلال. واحنا هنا ضد التعذيب وضد اللي بيحصل في السجون والاعتقالات، احنا ضد الحاجات دي كلها. ونقلت صفحة الفيسبوك الخاصة بشباب السادس من أبريل خبر تعذيب صهر السيد بلال لإرغامه على التنازل عن البلاغ المقدم إلى أمن الدولة للتحقيق في التعذيب. دعا الشباب إلى زيارة أسرة السيد بلال ودعمها كي لا تتنازل عن حقها أمام القضاء. أدى حادث التعذيب الثاني إلى فكرة أطلقتها صفحة كلنا خالد سعيد في 9 من يناير أن عيد الشرطة يصادف 25 من يناير، فكيف نحول هذه المناسبة إلى حملة ضد التعذيب؟ دعم الاقتراح أكثر من 1300 من بين أعضاء الصفحة الذين تجاوز عددهم يومها 4,000,000. في اليوم التالي تلقفت الفكرة إسراء عبد الفتاح التي كانت اعتقلت عام 2008 لكونها من محركي إضراب السادس من إبريل. أطلقت إسراء على يوم عيد الشرطة عيد البلطجية. فاكرين في أول أيام خالد لما كان الناس بتقول إن دي حالات فردية في جهاز الشرطة؟ قضية السيد بلال تثبت إن التعذيب في مصر منهجي. أنا بفكر يوم عيد الشرطة نعمل وقفة احتجاجية ومظاهرة ومسيرة في كل شوارع مصر عشان نلغي العيد ده،
على فكرة أنا مواليد 25 يناير للأسف ومش بحب أحتفل بيه، أقوم محتفلة بالشرطة. عشت وشفت والله. عيد الشرطة للتزوير والتعذيب، يا ريت في عيد الشرطة يعرضوا فيديو للتزوير والتعذيب. لازم نغير كلمة الشرطة في خدمة الشعب إلى الشرطة في خدمة الرئيس والحزب الوطني. فكرة، نطلب من الناس كلها تغير البروفايل بتاعها لصورة خالد سعيد يوم عيد الشرطة. لما نغير صور البروفايل لصور خالد سعيد ده هيفرق مع الشرطة في إيه؟ إحنا عايزين حاجة تنكد عليهم. بس بقى كفاية رغي. احنا لو عملنا زي ثورة سعد زغلول مع الحكومة ممكن ناخد حق من حقوقنا. احنا مش قليلين، ده احنا نعتبر 85 مليون مصري. احسب الحكومة 5 مليون يبقى عندك 80 فاضلين. كانت ثورة تونس الملتهبة قد أتمت شهرا وما زالت مستمرة، وبدأت رياحها تهب على الوطن العربي. وأكد شباب 6 أبريل أن الجيل العربي الجديد مصمم على التغيير، وهي الحركة التي نسقها الشاب أحمد ماهر. أنا جاي مخصوص النهاردة عشان أقف معاكم زي ما وقفتوا معايا ولسه هتقفوا معايا ان شاء الله. وبعد كل فقدت ابنها نتيجة النظام والتعذيب وقانون الطوارئ. اقترحت صفحة كلنا خالد سعيد أن تتصدر مطالب 25 من يناير إقالة وزير الداخلية حبيب العدلي الذي بقي في منصبه 15 عاما، أسوة بوزير الداخلية الكويتي الذي استقال إثر وفاة مواطن في الكويت على يد الشرطة. والعساكر دي غلابة، والعساكر دي غلابة. اعتقل الأمن 20 شابا ممن تظاهروا ضد التعذيب واعتدى عليهم بالضرب، فدعا الشباب إلى اجتماع تحت عنوان نقدر نعمل ايه عشان نبقى زي تونس. حينها كتبت إسراء عبد الفتاح: ثورة ثورة حتى النصر، ثورة في تونس عقبال مصر. عقب أحدهم: انسي يا ماما. زي ما احنا شايفين الطفلين دول شايلين الهاند باج ورايحين النادي يلعبوا سكواش. حتى الشحات ده نقدر نشوف السعادة على وشه. شايفين لابس الايس كاب والباقي شيرت ونايم وهو مسلطن ازاي؟ ودي عشان تتاكدوا من اننا حكومه الكترونيه. وعلى فكره المواطن التقرير ده عندي على الفيسبوك بالمناسبه. واللي يقول لك ان علاقه الشرطه بالشعب مش ولا بد، اهو الشرطه بتلعب صلح مع مواطن اهو. الزباله يا جماعه بقت مليانه خير لدرجه ان الناس بتاكل منها. اوبن بوفيه قدامنا اهو. وعشان كده بدأت تظهر الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات المطالبة بحماية الشعب من الرفاهية الزائدة، وبقوا يهتفوا كفاية كفاية. في النهاية بقول للشعب المصري إن كل ده من أجلك أنت، وحنسعى دائما إنك تفضل دايما حاسس بعز. والعنكبوت عالشيش عالحيط وسرح عالغيط، بترشي وتتساهل ويا حقوقك بالساهل. وليه بترشي وتتساهل وتضيع حقوقك بالساهل؟ تستاهل النار تستاهل يا غويط، ويحسبك الجاهل ساهل وساهي وغبي وعبيط. يا مصري ليه دنياك لا خبيط والغلب محيط والعنكبوت عالشيش عالحيط. تعاظم الإحساس بأن ثروات الوطن تنهب بينما نصف المصريين على حافة أو تحت خط الفقر. ومع هروب بن علي كتب الشباب: الأول هرب والبقية تأتي. ونشروا صور المتظاهرين التونسيين يصلون العصر في الشارع. ودعا الشباب إلى احتفال أمام السفارة التونسية في القاهرة. وكتبت الصحفية نوارة نجم في مدونتها: النهاردة وقفة احتفالية مش احتجاجية أمام النقابة. صباح الفل عليك يا تونس. معاكم مبروك مبروك يا توانسة، مبروك بإذن شبابكم، مبروك بإذن جماهيركم، مبروك. بدأ النظام المصري بالدفاع عن نفسه. منشيت أخبار اليوم في 15 من يناير: مبارك حقق لبلاده أعلى معدلات الأمان الاقتصادي.
وناقش الشباب في صفحة كلنا خالد سعيد مجددا تاريخ التظاهر. اقترح البعض أن تكون الانطلاقة الجمعة 21 من يناير لتنطلق المظاهرات من المساجد، لكن الأغلبية أكدت على الثلاثاء 25 من يناير على أن تكون الجمعة التالية 28 من يناير جمعة الغضب. ووصل الأمر بشباب الفيسبوك إلى صياغة قرار تنحي مبارك لا ينقصه سوى توقيعه. نظرا لغضب الشعب من انتشار الفساد والمفسدين في البلاد، وبعد 30 عاما في خدمة هذا الوطن العظيم، قررت اليوم التنحي من كامل المسؤوليات السياسية وترك الساحة إلى الشباب المصري، آملا أن يستطيع خلق دولة جديدة مبنية على الأمانة والقانون. ياه حلم، هل يمكن تحقيقه؟ ده هيبقى يوم العيد إن شاء الله. احنا شعب كلامنجي، شعب خنوع، شعب جبان ما يختشيش، صفارة تلمه وعصاية تجريه، محدش هينزل، ولو كم واحد نزلوا مش هيعملوا حاجة. التونسيين راحوا حصروا المديرية وقفلوها في وش الأمن المركزي. تفتكروا احنا ممكن نروح ونقف قدام مديرية القاهرة ونهتف ونكسر؟ ما اعتقدش للأسف. اللي عندهم خبرة في الجرافيكس يصمموا تصميمات تشجع الناس تنزل. أقسم بالله أنا خارج مصر، ولكن قررت أقدم أجازتي وأخليها يوم 20 يناير عشان أشارك وأنزل وأهتف وأعلي صوتي وأقول أنا مصري، أنا ليا حقوق، أنا بره بلدي عايش بكامل الحرية، وفي بلدي مش قادر أبقى بني آدم. منتصف يناير جاءت أولى إشارات القوات المسلحة المصرية عبر صورة أرسلت إلى الفيسبوك. فهم الشباب الرسالة: الجيش معنا. ونشرت صحف المعارضة مقالات حول المظاهرات المتوقعة. جاء في ختام أحدها: هل ينجح شباب الفيسبوك في إلقاء الحجر في المياه الراكدة؟ ماشي غريب في شوارع ملكك، بس باعوها ولاد اوعى يومها تبكي وتضحك، عارف تضحك علشان ايه؟ مصر رجعها يوم قريب زي الشمس تمام. على اليوتيوب ظهر فيديو يحمل فكرة، وإن الثورة لازم تبدأ من الشباب، مش الشباب النايتي اللي منشغل بالحب والأغاني والسهوكة. هتبتدي من الشباب اللي عنده حماس شديد، حماس رهيب، جسمك يقشعر منه. شباب يبقى قادر على مواجهة الأمن ويقدر يقول لأ لعصيان الأمن المركزي. أكيد في ناس فهمت أنا بتكلم على مين. قصد المشجعين الرياضيين المعروفين شعبيا بالألتراس، ولاقت الفكرة رواجا. لو بذلتم نفس المجهود اللي بتبذلوه في أي ماتش يوم 25 يناير هتساعدوا مصر إنها تتغير. يلا نبقى كلنا ألتراس مصراوي. بص يا باشا، على حسب معلوماتي القليله ان الالتراس ملوش اي توجهات سياسيه، وكل هدفه انه يشجع فريقه وخلاص، فبلاش يدخل الالتراس في الموضوع ده لان الدنيا مش ناقصه. ما الناس حقوقها، يا يحصل فيكم يا حكومه زي ما حصل في تونس. المجرم هرب، المجرم هرب، طلع بيه هرب. فوقي وبزيادة، وابقى هشام صهيون، يبقوا اليهود ناسي، ولما حتجوز ويجيني صهيوني رح اجوزه بنتي، ما انا خوفي لديها العربي يسرحها، ما غرش على بلده حيغير على بنتي. مش رغيف العيش يا بلدي اللي حيصون الوطن، ده القلوب الخايفة شايفة حلم أولا دندفن. مش هعيش يا بلادي. أنا هنزل يوم 25 في ثورة مصر الحقيقية السلمية الأولى. أنا مستعد للموت وعارف إن الحرية مش بالمجان، وزي ما كان في شهداء في تونس مستعد أكون أول واحد عشان حرية مصر وكرامتها. عشان كده ادعوا لي ربنا يوفقني وانتظم في كل الصلوات
عشان ده هو الشرط اللي اتفقت مع أمي إنها توافق على نزولي شايل كفني يوم 25 يناير. اوعى تنسوني من دعائكم لو حصل لي حاجة. الله يحميك يا خالد، هنزل إن شاء الله حتى لو نزلنا كل يوم عشان نحرر البلد. صدقني نحن شعب نائم لن يفعل شيء، لأن حكم مبارك يسمى الديكتاتورية الرشيدة، يترك لك طاقة حرية حتى لا تنفجر. والله الدوري هيبدأ يوم 22، هيرجع يتلعب تاني، كله هينشغل بالكورة. ابقوا قابلوني إذا عملتوا حاجة، ويوم 25 ده هيعدي ولا كأن في أي شيء. يلا أهو بتضيعوا وقت. لم يكن جدلا عقيما، بل عصف ذهني يحمل روح المشاركة والتشاور، ويحركه شعور حارق بالظلم. في 16 من يناير سجل أكثر من 27 ألف شاب وشابة أنهم سيشاركون فيما سمي يوم الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة. في يوم واحد أضيف أكثر من 50 ألف تعليق على صفحة كلنا خالد سعيد، وصيغ البيان الأول. لا كده وسعت منك قوي يا ادمن. ممكن تشيلوا كلمة تونس من الورقة بجد، عشان لما ربنا يكرمنا ما نقولش عملنا زي تونس، ولا التوانسة يقولوا دول قلدونا. انشر في كل عمارة وفي كل حي وفي كل مدينة، في كل مواقع وكل جروب يوم 25 يناير 2011 هو يوم الحرية المصرية. انضم لأكثر من 29 ألف مصري شريف. كن حر، كن كريم، انشر. دي منشورات يعاقب عليها القانون، خدوا بالكم، اللي هيتشاف وهو بيعلق المنشورات دي هيروح ورا الشمس. صدقوني انتوا مش قد الناس اللي ماسكه البلد، اعقلوا كده وبلاش تودوا روحكم في داهيه. اللي ماسكين البلد كان رأيهم أن انتقال الأحداث من تونس إلى مصر كلام فارغ، غير أن الشباب كان ردهم التاريخ بيقول مفيش مستحيل. عبد المنعم في 48 من العمر من السويس قرر أن يكون بوعزيزي مصر، فأشعل النار في جسده احتجاجا على الغلاء. أنقذه الناس ونقلوه إلى المستشفى. الشاب اللي حرق نفسه قصاد مجلس الشعب موجود دلوقتي في مستشفى المنيرة، وفي مجموعة من الشباب قرروا انهم ينزلوا ويروحوا هناك حالا. كنا 8 شباب وقيادة النهاردة عند مستشفى المنيرة بعد ما الراجل حرق نفسه. تفتكروا يوم 25 يناير هنكون كام؟ تزايد العدد بسرعة. انضمت صفحة نزار قباني على الفيسبوك وفيها أكثر من 170 ألف عضو إلى حملة 25 من يناير. في اليوم نفسه حاول آخرون الانتحار حرقا، الأمر الذي لم يؤيده الشباب. محدش يولع النار في نفسه والنبي. يا مصريين لو سمحتم ما تولعوش في نفسكم، اللي عايز يولع في الحكومة والحزب الواطي. الناس فاكرة ان هيحصل في مصر زي تونس لو حد ولع في نفسه، بس غلابة والله ما يعرفوش انه لو نص الشعب ولع في نفسه النص التاني هيتفرج ومش هيعمل حاجة. وزعت الإعلانات على أبواب المنازل، وأرسلت رسائل قصيرة عشوائية على الهواتف المحمولة لتعميم الفكرة. فيه واحدة صاحبة مامتي قالت لها ان ابنها جاله رسالة على الموبايل بان فيه ثورة يوم 25 يناير وانه ناوي ينزل، وهو ولا عنده فيسبوك ولا بيقعد على النت. يعني موضوع الرسائل ده فعلا بيأثر في الناس. مصر مليانة مشكلات، وعمر ما هدفنا كان اننا نزودها بالتظاهر او الاعتراض، بس فعلا المشكلة الأساسية عندنا ان الحكومة والرئيس مش بيسمعوا لشعبهم. هم متعودين على نظرية ان الرئيس بيؤمر وكله بيطيع، واللي بيعترض يتقبض عليه وبينضرب ويتهان. ترسخ الشعور عند الشباب بأن الأجهزة الأمنية ترى في نفسها السادة وتراهم العبيد، ولم يكن خافيا أن الثورة التونسية مستمرة حتى بعد غياب بن علي لبقاء أعضاء حزبه التجمع في الحكم ومحاولتهم الالتفاف على الثورة.
يا مصر اصحي يا مصر هز هلالك هات النصر قومي يا مصر وعيشي يا مصر سبق الدنيا وطول العصر اصحي يا مصر اصحي يا مصر هز هلالك هات النصر قومي يا مصر وعيشي يا مصر سبق الدنيا وطول العصر. نفسي اقول لكل واحد بيفتي وبيقول اللي حصل في تونس مش هيحصل في مصر، احب اقول لك بمنتهى الصراحه والوضوح، لو مش هتشارك اقعد ساكت واعمل لنا سندوتشات. عبر بعض الصحفيين عن نبض الشارع المصري، لكن التحليل الرسمي لم يكن يرى أوجه تشابه بين تونس ومصر. كانت أساسا منع حرية التعبير، منع حرية التصرف في أي شيء، ده اللي هو خلى فعلا الانفجار الكبير، لأن ده مجتمع مثقف. نعم. يعني مجتمع تونس المجتمعات اللي الأمية فيها أكتر بتبقى أكثر أمانا، مش كده؟ أحيانا التعليم بيبقى مضر إزاي؟ بيبقى مضر طبعا. وزير الثقافة لا تزعجه عبارة أن التعليم مضر، ووزير الطيران المدني آنذاك أحمد شفيق تنسب إليه رسالة شتم فيها شباب 6 من أبريل، لكن بعض المثقفين والفنانين وقفوا مبكرين في وجه النظام، برز منهم الممثل عمرو واكد الذي شجع صراحة على المشاركة في الثورة. صدقوني عمرنا ما هناخد حقوقنا واحنا قاعدين في البيت بنعمل لايك وكومنت، ولازم كل واحد مننا من النهاردة يوعي كل الناس اللي حواليه في الشارع. ما كان للثورة أن تصبح ثورة وهي حبيسة العالم الافتراضي، لا بد من النزول إلى الشارع. سواق التاكسي سألني على يوم 25 يناير لما سمعني بتكلم عنه في التليفون، وقال لي هيشارك هو وأصحابه كلهم وهيكلم كل الزباين اللي هتركب معاه. لو جه يوم 25 يناير ومحدش عمل حاجة وكله طلع كلام في كلام، هيبقى موقف الشباب المصري زبالة قدام كل العالم وقدام الشعب كله. ربنا يستر ما نتفضحش يوم 25 يناير ونلاقي 100 شخص بس في الشوارع وبتوع الأمن المركزي يلموهم في العربيات وخلاص. وقت الجد يا رجالة اطبع وانشر، بعد صلاة الجمعة ممكن نوزع البيان في عمارات قريبة مننا. وظهر بيان شباب 6 أبريل في نسخته النهائية. أنا هنزل يوم 25 من دلوقتي لحد 25 هنزل أوزع بيان على كل واحد في الشارع، ومش هولع في نفسي. لو الحكومة عايزة تولع فيا تيجي تولع، وكل واحد في البلد دي شايف نفسه راجل يبقى ينزل. لو كل واحد في البلد دي بيقول البنات اللي بتنزل مظاهرة بتتبهدل وما يصحش ان هي تنزل وحرام، يخلي عنده نخوة ورجولة وينزل يوم 25. كل واحد بيقول العدد هيبقى نازل قليل ومفيش حاجة هتحصل، عايز اقول له انت السبب في اللي احنا فيه. ايوه انت السبب، وانت مدان زيك زي الريس، زي اي فاسد، زي اي ضابط بيضربنا وبيبهدلنا. هقعد افر كل حاجة في البلد يعني؟ يا راجل كبر مخك. ضد الحكومة، ضد الحكومة، ضد الحكومة، ضد البلطجة والظلم، ضد الحكومة، ضد الحاكم والحكم، ضد الحكومة وحبل الظلم طويل، ضد الحكومة وعندي 1000 دليل. دمك مسيحينه، قتلك محللينه، وطنك مبهدلينه، دينك مستهدفينه، صوتك هم كاتبينه، حقك كمان واكلينه، واخوك لسه قاتلينه، باقي الشعب طالع عينه. لو عشت تعيشها فيا، لو مت مالكش دية، تتكلم تبقى ضحية، تتعامل بوحشية، سياسة بلطجية، شوية عصبجية، حكومة عدوانية عايزة تنهش فيك وفيا. الظالم والمظلوم، الحاكم والمحكوم، لمين بس هشكوا على مين؟ انا هلوم على الشعب اللي بياخد بقى وشغالنا ولسه ساكت، ولا على حكومة سايقاها وقلوبها ماتت. فلتسقط الحكومة، فليسقط النظام، فليسقط القانون، فليسقط. كان النظام المصري آنذاك يستقبل 9 رؤساء عرب في القمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ، مدركين أننا وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح تحقيقا لتطلعات شعوبنا للمستقبل الأفضل، ودفاعا عن مصالحنا وقضايانا في عالم نواجه أزماته وتحدياته ولا يعترف إلا بالأقوياء. أزال الأمن بعض صور جمال مبارك من وسط القاهرة تحسبا للمظاهرات، وألقي القبض على موزعي بيان 25 من يناير. أجمل حاجة في ثورة تونس اللي ما كانش فيها غير علم تونس والنشيد الوطني.
يا ريت القوة السياسية ترحمنا وما ترفعش شاراتها وصورها. مفيش غير علم مصر والنشيد الوطني. هو مش فرح ابن العمدة وكل واحد نازل ينقط باسمه؟ كانت دموع الفرح التونسية لخروج المعتقلين السياسيين تلهب مشاعر شباب مصر الذي كان يشاهد ويترصد. اصحى يا عامل مصر يا مجدع وافهم دورك في الوردية. اصحى يا مصر مهما بتتعب مهما بتصنع تعبك رايح للحرمية. اصحى يا مصر جهدك عملك رزق عيالك عرقك مرقك ولا يهنالك. جهدك عملك رزق عيالك عرقك مرقك ولا يهنالك. اصحى يا عامل غير حالك سون المصنع واصنع مصر. اصحى يا مصر. يوم 6 أبريل 2008 كنا بنقول للناس خليك في البيت. يوم 25 يناير 2011 خليك في الشارع، الشارع لنا والنصر لنا. إذا تعاملت الشرطة بالعنف ما تردش بالعنف، لكن التركيز على حماية جسدك والابتعاد عن الاحتكاك معهم. ممتلكات الوطن هي ممتلكاتنا، لا تخريب ولا تكسير. داخلية ستحاول دس البلطجية وسط المتظاهرين، ابتعدوا عنهم. وصلني خبر رائع دلوقتي وموثق ان مجموعة كبيرة من المحامين والاطباء ودكاترة الجامعات هيطلعوا في مسيرة كبيرة يوم 25 يناير. كلنا مصريين وكلنا عايزين حقوقنا. شباب طنطا باعتين لكم رسالة، انتظروا الطنطاوية يوم 25 يناير وشوفوا طنطا هتعمل ايه. الله يا رجالة، شدي يا طنطا حيلك، شدي حيلك يا بلد. اماكن التجمع والتظاهر في القاهرة هيعلن عنها النهاردة الساعة 12 بالليل علشان نلحق نقول لكل الناس في الجامع بعد صلاة الجمعة بكرة. يا ريت كله يدخل على الصفحة الساعة 12 بالليل. وفي الموعد منتصف الليل أعلن عن أماكن التجمع الرئيسية في وسط القاهرة، مع ملاحظة هامة: في حال عدم قدرتك على الوصول إلى أي من هذه الأماكن اتفق مع أصدقائك ونظم مسيرة في منطقتك. الهدف مش إننا نبقى 30,000 في منطقة ونهتف ونروح، الهدف إننا نلتحم مع الناس كلها ونحركهم معانا. فالانتشار في مصلحتنا، وفي نفس الوقت هيخلي قدرة الأمن على السيطرة أضعف بكتير، غير لما نقول على مكان واحد كله يجي فيه. الأمن مطلعين إشاعة إن الوقفة دي اللي منظمها الإخوان. الوقفة دي فكرة طلعت من صفحة كلنا خالد سعيد وكله مشارك فيها، والإخوان كجماعة رفضت المشاركة علشان محدش يتهمها باستغلال الوقفة، وتركوا حرية المشاركة للأفراد. في 21 من يناير أكد أكثر من 70,000 أنهم سيشاركون في يوم الثورة، وأرسل مئات صورهم وأسماءهم الحقيقية. لقد كسروا حاجز الخوف. وأضيف تويتر لتمكين الشباب المتظاهر من معرفة آخر التطورات عبر هواتفهم المحمولة. يسعدني أن أشارككم باحتفال السنوي بعيد الشرطة. نحتفل معا بالشرطة ورجالها، نؤكد تقدير الشعب لعطائهم من أجل الوطن، نشد على أيديهم، نستذكر تضحياتهم ونخلد ذكرى شهدائهم. تمر بنا اليوم الذكرى 58 لبطولات رجال الشرطة في الإسماعيلية وصمودهم وبسالتهم في مواجهة قوات الاحتلال دفاعا عن كرامة الوطن.
الحجاره الابري ده صعب جدا، ما فيش تستحمله على ده. فانا بشجع كل شاب انه ينزل ويقف ضد التعذيب، وينزل يوم 25. هيجرى ايه يعني؟ العمر واحد والرب واحد. انا هنزل معاكم ان شاء الله وربنا هيقويني. النشطاء في اسكندريه طبعوا 2500 ورقه ووزعوهم. بصراحه بجد انتم ناس رجاله، واهم شيء دعوتنا لليوم تتخطى الفيسبوك. قام اتطوع بتصوير 8000 دعوه ليوم انتفاضه مصر 25 يناير. يا ابن بلدي اللي معرفكش وما شفتكش، ربنا يخليك لمصر. صفحة غرائب وعجائب التونسية اللي فيها حوالي 1,000,000 شخص من العالم العربي تتضامن معانا يوم 25 يناير. بجد كلنا في الهم عرب. شكرا لكل الناس اللي بتتضامن مع المصريين، وإن شاء الله بدعائكم وبدعمهم هنجيب حقوق المصريين كلهم. يا أهل مصر رجعوا للعرب أمهم، العرب ضاعوا يوم ضاعت مصر. نكتة، الحكام العرب عاملين اجتماع وبيفكروا يفتحوا صفحة على الفيسبوك للتضامن عنوانها كلنا زين العابدين بن علي. صمم أحد الشباب صورة كأنها شاشة الجزيرة تعلن رحيل مبارك يوم الثورة. سارع النظام إلى شن حملة مضادة وزع فيها 500,000 ملصق و250,000 قميص تأييدا لمبارك. أما مبارك فقد هاتف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس معزيا بوفاة زوجته. قال مبارك: أعلم أن كثيرين من المصريين يفكرون فيك في هذه الأوقات الصعبة. هو احنا بنفكر فيك انت عشان نفكر في صاحبك الإسرائيلي؟ وانت تعرف ايه عن المصريين أساسا؟ ومين الكتير من المصريين دول اللي انت بتتكلم نيابة عنهم؟ هو أحمد عز وصفوة الشريف دول مصريين وكتير كمان. ظهرت رسالة من أحد الضباط على صفحة كلنا خالد سعيد تنبه إلى أن أموالا ضخمة تنقل من بعض البنوك. تمت عمليات نقل أموال كبيرة جدا خارج البنك، تجميد أرصدة وكلمة 25. أنا آسف إني شاركت في العملية دي، بس دي كانت أوامر وما ينفعش أكسرها. استنفرت الأجهزة الأمنية قبل 48 ساعة، وحذر الشباب بعضهم بعضا من الوقوع في أي فخ. ما تضيفش حد غريب ما تعرفوش حتى لو بيتكلم بشكل يوحي إنه معانا. ما تتصلش بأي رقم لم يعلن عنه عبر الأكاونتات والصفحات الرسمية ل6 أبريل على فيسبوك أو تويتر. استمر الدعم على الفضاء الإلكتروني العربي. هذا إهداء من شاب يمني يقول إن مصر مفتاح تحرير الشعوب العربية، وإنه يضع أمله في شباب مصر. صحيفة الراية القطرية التفتت في أحد عناوينها لانتفاضة مصر المرتقبة، فتساءلت: هل أصبح الفيسبوك المحرك للأحداث في العالم؟ أنا عائشة وبنت مصرية وعايشة في مصر، وأنا هنزل يوم 25 هاخد حقي حق كل المصريين، وانتوا لازم تقوموا وتفوقوا وتوجوا، ولازم كل المصريين يجوا عشان نقول عايزين حسني مبارك يتغير، والحكومة تتغير، والمدارس تتغير. لم تقتصر الفيديوهات والصور على من هم داخل مصر، فقد أرسلت مئات صور التأييد من المصريين المغتربين. في 23 من يناير كان عنوان نيوزويك: هل الدور على مصر؟ ونبهت المجلة الأمريكية إلى الحراك غير العادي لشباب الإنترنت، لكنها غفلت عن أن الحراك الشبابي قد نزل من الإنترنت إلى الشارع. تم إضافة بورسعيد وأسيوط وسوهاج، وجاري التنسيق للخروج بأفضل شكل تنظيمي في اسكندرية وبقية المناطق على مستوى الجمهورية. شارك النوت لأصدقائك. تم تحديد أماكن وتوقيت المظاهرات في القاهرة والمحافظات. المواعيد من 12 الظهر لحد 11 بالليل. المفروض ان في اي مكان في مصر، لكن في حاجات للنشطاء في دوران شبرا ودوران المطرية وجامعة القاهرة وجامعة الدول العربية، وغير كده تقدر تنزل في شارع بيتكم، بس الشارع الرئيسي يعني. وان شاء الله من امبابة كلنا هنطلع من المطار الى جامعة الدول العربية. ربنا معانا يا شباب. عند النزول من البيت لا تحمل أي شيء لا تحتاجه مثل الكرنيهات أو الرخص أو بطاقات البنوك. احمل بطاقتك الشخصية ومبلغ كافي لأي طوارئ،
ويا ريت ما تجيبش ساعتك او اي حاجه تتكسر بسهوله. الزي الافضل يكون رياضي او جينز مع وجود جاكيت للحمايه من البرد في حاله استمرار المظاهره او الاعتصام لوقت طويل. يا ريت كل شخص يجيب معاه ازازه ميه كبيره، لانه داخل المظاهره بيكون دايما في عجز في الميه. أعلنت الهتافات الموحدة ونشرت أرقام هواتف المحامين في حال التعرض للاعتقال أو الأذى. هام لأهالي الفيوم، مسيرة كبيرة سيقوم بها أهالي الفيوم تبدأ من ميدان الحواتم ببندر الفيوم تمام الساعة 2 ظهرا يوم 25 يناير. بدو سينا هيشاركوا في مظاهرات 25 يناير، ومسعد أبو فجر بيقول إن بدو سينا يعد الشعب المصري بمفاجأة. مبارك بيتحاصر، مصر تقريبا كلها نازلة يوم 25 يناير، اللي تزور ضدهم الانتخابات نازلين بمؤيديهم، الالتراس الزمالك والاهلي، الجامعات الخاصه، موظفي الضرائب العقاريه ومراكز المعلومات، عمال غزل المحله وبتروتريد، اساتذه الجامعه، اطباء، محامون، مهندسون ضد الحراسه، الجمعيه الوطنيه، الاخوان المسلمين، شباب 6 ابريل واحزاب الغد والجبهه والكرامه، حمله دعم البرادعي وشباب التجمع وشباب الوفد وحشد والعداله والحريه والاشتراكيين الثوريين والتجديد الاشتراكي. اللي ناقص ان الحكومه تكتب على علب السجاير 25 يناير ضار جدا بالصحه ويسبب امراض الحريه والكرامه. المطلب مبارك يمشي، وبقول للنشطاء اللي نازلين بحماس كتر خيركم، وده واجبكم مادام الزمتم نفسكم بحاجه زي دي، بس كل الاحتمالات وارده، وارد جدا ان محدش ينزل غيركم، ما تزعلوش. اليوم كده ما فشلش، لان الحركه بركه وانتوا عملتم واجبكم عشان تخلصوا ضميركم قدام ربنا. وارد ان العدد اللي ينزل يبقى قليل، برضه ما تزعلوش. وارد ان اليوم ينجح، لاني سالت ناس كتير في الشارع ولقيتهم عارفين لو اليوم نجح والعدد اللي نزل كبير يبقى مفيش مروح. كان مبارك ونظامه مشغولين باحتفالات عيد الشرطة. وإن ظن عناصر تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني المرتبطة بتنظيم القاعدة أنهم قد تخفوا وراء عناصر تم تجنيدها، فقد تأكد بالدليل القاطع تورطهم الدنيء في التخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الخسيس الذي راح ضحيته شهداء على أرض مصر التي قدمت الآلاف من الشهداء من أبنائها دفاعا عن القضية الفلسطينية. يحتشد الشعب من أجلها بقيادتكم سيادة الرئيس، راعيا لمكانة الوطن وسيادته ومصالحه العليا. شكرا. أولا أعبر عن تهنئتي لجهاز الشرطة لتوصلهم إلى مرتكبي العمل الإرهابي بالإسكندرية. وأقول بكل الثقة في رجال الشرطة ومؤسساتنا الأمنية وفي أبناء وكان واضحا أن مبارك لم يسمع صرخات خالد سعيد وكل ضحايا الأجهزة الأمنية، ولم يسمع صوت الشعب. 25 من يناير، اخرج على الظلم اللي جاير، اخرج وعندك 100 سبب. مصر الحبيبة بتندهك وتبلغك. خلصني يا ابني من الشقة ومن التعب، خلصني يا ابني من الفساد ومن الكساد، وعدل لي يا ابني الميزان اللي اتقلب، وعدل لي حالي اللي مال مع كل حباية رمال. هدعي ربك ينصرك يوم الغضب، هدعي ربك ينصرك يوم الغضب. صوتنا هيبني ومش هيدمر، صوتنا أكيد لازم هيغير. اوعى تقول ده مفيش تأثير، صوتك بيجيب التغيير. مفيش حاجة اسمها ثورة 25 يناير أبدا أبدا. معروفين إن احنا 23 يوليو. لا أشارك في أي مظاهرة. هنزل مظاهرات بكرة، أنا مش خايف على حسب الظروف يعني. أنا مش هنزل المظاهرات بكرة عشان مش هيغير حاجة، لو هيغير حاجة كنت هنزل. لو حسيت إن هيحصل فيه تغيير بعد كده والمظاهرات ابتدت تستمر وتكبر وحصل تغيير جذري هنزل. استحوذت أسر لا تتجاوز 100 أسرة على مقدرات البلاد وثرواتها. بكرة في أماكن متحددة، مش ما فيش أماكن متحددة، بس هي أماكن منتشرة. إنه الحقيقة أنا سعيدة جدا إن الدعوة منتشرة بشكل واسع جدا.
امبارح مهندسة كبيرة في مشروع كبير في محافظة القاهرة جمعت كل العمال في الموقع وطلبت منهم يشاركوا في يوم 25 يناير في المظاهرات ضد رفع الأسعار وعشان حد أدنى للأجور 1200 جنيه. اتحاد أصحاب المعاشات قرر المشاركة بكرة في المظاهرات يوم 25 يناير. كلنا سوا، انتهى الدرس يا مبارك. أكبر تضامن بين أكبر الصفحات المصرية الموجودة على الفيسبوك، كلنا خالد سعيد وعصير القصب المصري، بتساوي 25 من يناير. بداية النهاية لا للعنف ونعم للتظاهر السلمي. بكرة سحابة الظلم تعدي، بكرة العدل يا بلدي يتم. فجر 25 من يناير كتب شباب 6 إبريل: بمجهودنا جميعا، بإصرارنا جميعا سنقاتل وسننتصر بإذن الله. وكتبت نوار نجم: يا رب. أنا 33 سنة وما بشتغلش ومتزوج وعندي اولاد وما عنديش سكن. انا راجل محامي بتقاضى حوالي 400 500 جنيه في الشهر. ايجار الشقه بتاعتي 600 جنيه. ايه الحل؟ في العالم الافتراضي يئس الشباب من الأنظمة وأحزاب المعارضة، أطلقوا النكات والطموحات، ضحكوا في وجه الخوف وسخروا حتى من أنفسهم. اختاروا سهولة التعبير وبساطته لأنهم كانوا محاطين بأصدقاء لا يعرفونهم على أرض الواقع. آمنوا بالشجاعة، جنونهم النبيل باغت كل الواقعيين. بعيد هذه المظاهرات قطع النظام المصري الإنترنت والتويتر وخدمات الهواتف المحمولة، لكن المؤكد أن التاريخ سيكتب أن شباب الإنترنت والفيسبوك والتويتر واليوتيوب أشعلوا شرارة أول أيام ثورة شعب مصر، ثورة 25 من يناير. اللي احنا نقعد في الشارع لغايه ما يرحلوا ويجيبوا لنا ناس ثانيه كويسه يقدروا يحسوا بينا. لما النظام يسقط هنروح.